لا نتفاجأ بالبث المطلق مدى بشاعة النظام والأجهزة المسخرة من قبل هذا النظام لكي يغتال أبناء الفقراء، لكي يغتال أبناء الفلاحين، لكي يغتال أبناء العمال الذين لا يملكون إلا الصوت. من هذا الصوت ومن الصوت يعبرون به، لأنه الصوت هو الذي تمتلكه الجماهير الشعبية، وسلاح الجماهير ليس هي البندقية أو كلاشينكوفات أو الدبابات، بل سلاح الشعب هو الصوت. كما كانت تقول تلك المقولة الفخمة: لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير. ونحن نقول من داخل مدينة أو بلدة بني بوعياش قدمنا شهيد، جلدة بني بوعياش، وقدمنا شهيد للشعب المغربي كيجول ربع ونص، لأنه الشهيد هو الذي انضاف إلى قائمة الشهداء، وتجي إضافة مليارات باش ينضاف القائمة يا سنتين باش التحرير البنية الاجتماعية، التحرير كل السياد، الاستلام، الاستغلال اللي يفعله المغرب. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، 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 بالروح بالدم نفديك يا شهيد. والثاني نقاقل ندير بني بوعياش انه يضمن او الحيثيات من جزء الاستشهاد الرفيق على الساعة 7 كان في هذا المكان مع رفاقه من اجل اعداد الجبل العام الحركة 20 فبراير، لكن الشخص المسخر من الأجهزة القمعية سوف ينهال على الرفيق بالسكين على عنقه
يا رفاقي يا أصدقائي انقذوني من هذا السفاح، انقذوني من هذا المجرم. سوف يكون رد الرفاق هو التصدي لهذا المجرم وخسق العين. سوف يكون هروبه إلى بشويات مدينة بني ولياش. سوف يقول بالحرف الوحيد هذا إن دل على شيء فإنه دل على التواطؤ المطروح والواضح وضوح الشمس في النهار. عندما يقول أريد يقول واحد العشاء التليفون الو السيد اجي قاد الحنينة قبل ما نقتل الشعب كامل. هذه الكلمة إن دلت على شيء فإنها دلت على التواطؤ المطموح والمكشوف بين أجهزة القمع وهذا الشعب المسخر. وبالتالي بهذا الصدد أؤكد أننا على طريق كمال الحسني مهما طال الأمر مهما القمح على طريق كمال والقانون سمع الرجال حبينا له على طريق كمال والقانون سمع الرجال حبينا له كمال الحسني سوف ينضاف إلى قائمة الاقتصاد الاجتماعي، سوف ينضاف إلى قائمة البطالة، ينضاف إلى رفيق مصطفى الحمزاوي، ينضاف إلى رفيقة ناشية هدايا، ينضاف إلى رفيق محمد بودروا، ينضاف إلى الشهيد الجنين في رحم أمه 25 مارس أمام نيابة التعليم في الحسيبة، ينضاف إلى شهداء الشعب المغربي شهداء الحركة 20 فبراير سواء كإقليم الحسيمة نلقى المغرب من يكمل. وبالتالي الشهيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات الموطنين بالمغرب وكذلك الشهيد الحركة 20 فبراير. وعاش الشعب 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 وعاش الشهيد وعاش الشهيد كمال الحسني وعاش الشهيد كمال الحسني. وتحية نضالية وعلى دربه سائرون وتحية نضالية ودع للمسير مجدا وخلودا لشهداء الشعب المغربي قاطبة، مجدا وخلودا لشهيدنا الذي نحن بسبب تشييع جثته اليوم كمال الحساني شهيد الشعب المغربي وشهيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. نحيي كل من شارك في هذه المسيرة الجماهيرية العامة، نحيي كل الجماهير الشعبية، نحيي كل الإدارات النقابية والسياسية، نحيي كافة فروع الجمعية الوطنية، نحيي القيادة الوطنية للجمعية الوطنية الحاضرة معنا، نحيي حركة 20 فبراير في مختلف مواقعها الحاضرة معنا، نحيي اللجان الشعبية في كل المواقع الحاضرة معنا. حتى لا أطيل قد أداء الكلمة للرفيق عبد الحليم البقالي حر حركة 20 فبراير بمدينة بوعياش. بعد ذلك سنعطي الكلمة لرفاقنا في المكتب التنفيذي
أي القيادة الوطنية. بعد ذلك هناك كلمة لرفيق كاتب العام السكرتارية الإقليمية تنسيق التريوش وعور أو مسيق اللجنة الشعبية المدافعة على قضايا وعموم ساكنة هذا الإقليم من أسلاف وقسيطة وكل المناطق المجاورة. ويتفضل الرفيق وتحية نضالية. لن يمر القتلة، لن تمر الدكتاتورية، سقطت الضوات، عاشت الثورة. تحية النضال والصمود إليكم جميعا جماهيرنا الشعبية في كل أنحاء هذا الوطن الشريف. من قلب بني بوأياش يحييكم ألف تحايا على صمودكم، على مؤازرتكم لعائلة الشهيد وللشهيد المجد والخلود، للشهيد كمال حساني الذي انضاف إلى قائمة شهداء الشعب المغربي البطل، إلى الشهداء الذين سقطوا ضحايا الدكتاتوريا، ضحايا الطغاة، ضحايا الاستبداد من داخل هذا الوطن الشريف. المجد والخلود له. لن يمر هذا مر الكرام. سنحاكم القتلة، سنحاكم المجرمين من داخل هذا الوطن، وبالضبط سنحاكم كل من كان وراء استشهاد رفيقنا الغالي في زهرة عمره في هذا المكان، والدماء لم تشف بعد. تهانينا وألف تهاني لعائلة الشهيد على تقديمه لهذه السهرة اليانعة من أجل إنارة طريق الثورة المغربية، طريق إسقاط الاستبداد، طريق إسقاط الطغاة، طريق إسقاط المفسدين، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. 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 نسترسل بكل الوسائل في تعاملهم مع الجماهير الشعبية في التوياج، سواء القمع المباشر بإنزال هرواتهم ومحاصرتهم واختطافات المناضلين ومتابعاتهم، وكذلك التهديدات. وصل الأمر إلى التسخير والمرتشية، تسخير مجموعة من الأشخاص المأجورين، يقولها علنة، المأجورين من أجل اغتيال المناضلين، من أجل اغتيال كل من يريد ومن لا يريد، كل من لا يريد أن ينسى وأن يركع للسياسات اللا وطنية اللا ديمقراطية اللا شعبية في داخل هذا الوطن الشريف. ولن يرجعوا ولن يفلحوا أبدا بكل الوسائل وبكل الطرق التي ينهجونها ضدا على إسكات حناجر الثوار، حناجر كل الأحرار بالوطن الشريف، بل سيفشلون إلى حد أن يرحلوا عنا وأن يرحلوا عن جماهيرنا وأن يتركونا كل الجماهير الكادحة، كل الجماهير الشعبية للوطن الشريف أن تقول صوتها وأن تقول تحت النار. والمغرب للأحرار فوق الدم وتحت 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 النار. والمغرب للأحرار
السياسي القائم بالمغرب في هذه الجريمة الشنعاء. أولا لقد سبق لهذا الشخص أن هدد المناضلين مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. لقد سبق له أن هدد مناضلي حركة 20 فبراير ومناضلي الشعب هنا ما يتوياش. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أن هذا الشخص ليس بأحمق بل يصول ويشول كباقي الناس من داخل هذه البلدة، يعمل كباقي الناس من داخل هذه البلدة. نؤكد أن هذا الشخص لا يمكن ولم يسبق له أن تعامل مع أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت ليثبت أن المعترضين والمناضلين قد أرسلوا صورا له إلى المواقع الإلكترونية. وبالتالي هناك محرضين في هذا الصدد على المناضلين وعلى مناضلي الجمعية الوطنية بأن هؤلاء لقد أرسلوا صورا إلى المواقع الإلكترونية. وبالتالي بناء على هذا نؤكد أن هذا الشخص ليس ببريء. وبالتالي هناك أناس هم من تبعه، وبالتالي نعتبره سفاحا مأشورا قاتلا مأشورا من طرف الأجهزة القمعية. القرينة الثالثة عندما كنا جالسين هنا بعين المكان، وأكيد أن دماء لن تشف على هذا المسار إلى حين إسقاط الفساد والاستبداد وكل الطغاة. عندما كنا جالسين بعين المكان أن الرفيق كمال حساني تلقتنا من ظهره، تلقتنا قاتل من ظهره بعدما أن نحاول هذا الشخص أن يذبحه وأن يقطع حشرته. لولا محاولتنا أننا كل ما كنا نملك كراسي وأحجار، لكن يا للأسف أننا لم نحاول إنقاذ رفيقنا، نظرا أن هذا المجرم السفاح المحشور برمشة عين اختطف وقتل بين أيدينا مناضل الجمعية الوطنية ومناضل حركات 20 فبراير. كامل تحت سنواصل الكفاح، كامل تحت سنواصل الكفاح، كامل تحت سنواصل الكفاح، كامل تحت سنواصل الكفاح، كامل تحت من بين أيدينا إلى باشوية بني بوعياش. لتؤكد كما قال الرفيق الأول التورط المباشر بين ممثلي السلطة سواء محليا إقليميا أو وطنيا. بعد ذلك بعد محاصرته من طرف الجماهير الشعبية، ونحيي هنا الحرقة التي أبانت عنها ساكنة بوعياش الثائرة، والتي لن يستطيع أبدا هذا النظام أن ينال منها. تحية نضالية وعياش صامدة، تحية نضالية وعياش صامدة، تحية نضالية وعياش صامدة، تحية نضالية وعياش صامدة، تحية نضالية وعياش صامدة. بعد ذلك سيحرك مكالمة. أكيد أن هذه المكالمة
والكلمات التي أتت على لسانه تثبت أنه قد وجهها إلى الأجهزة القمعية. المكالمة هي على الشكل التالي: شبك البورتال قال لهم أنا فلان، أنا التيجاني راني عن الإدارة، أجوا نفكوا هاد الحريرة ولا نقتل الشعب كامل. وبالتالي هذا إثبات ثاني أنه تورط مع الأجهزة القمعية. لكن إنكار عندما جاء الأجهزة القمعية لمعاينة مكان الحدث قلنا لهم قد اتصل بكم وقال لكم هذه الكلمات، إذ ينكرون جملة وتفصيلا أنه لا يملك هاتف. هذا إنكار من طرف الأجهزة القمعية بشخص الدرك، سواء على مستوى بلدة بني بوعياش وكذلك بلدة إمسورن. لكن هناك مجموعة من المناضلين والجماهير الشعبية قد التقطوا صورا له بهذا الصدد تثبت فعلا أنه كان يكلم الأجهزة القمعية والجماهير الشعبية على خريطة هذا الإقليم وعلى خريطة هذا الوطن. سيكونون شاهدين على ما وقع. إنه شهيد قد سقط، إنه